بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خراس عبد القادر، مرحبا بكم وتنطلقوا من جديد. الحلقة اللي فاتت كانت قصيرة شوية، كتبتوا لي كومونتير قلتوا لنا قصيرة، درتينا قصيرة، درتها قصيرة. كنا هضرنا على الصحراء في الأول، هضرنا شوية على الصحراء وداك الشيء، لأن حنا في حرب إعلامية مع الأعداء، هما راه خدام تيهضروا، حنا في حرب إعلامية. ولكن بغيت نقول الجمهور ديال العزيز، اللهم لك الحمد. كما قلت انتصرنا في القرقارات وانتصرنا دبلوماسيين القنصليات اللي جاوا العيون. وكاين واحد الخبر غادي تسمعوه، نخليكم تسمعوه غدا ان شاء الله، خبر كبير يمكن نسمعوه دابا في هذا النهار، اللي باقي ما سمعوش نسمعوه غدا. الضربه القاديه البوليزاريو ان شاء الله غادي تسمعوها، الضربه القاديه. يعلم الله وفق لكم خيرا يجزيكم خيرا. حنا في الصحراء ما درنا غير الخير، هذيك بلادنا ودرنا فيها الخير، والله عارف بينا وعارف قلوبنا، والخير اللي درنا تما وداك الشيء اللي درنا، وديك العمره اللي بنينا، وديك الماء اللي وجدنا، وديك الضوء وديك الطرقات وداك الشيء، ربي راه تيجازينا حيت بلادنا وتنصحوا بلادنا. ونبداو في الحلقه ديال اليوم. الحلقه اليوم نحاول، انا كنت وعدتكم قلت لكم غندير واحد الحلقه ديال القتيل التسلسل، تيقتلوا بزاف الناس، تيكونوا كما تيقولوا الفرنساويه تيرون سيري، يقتل بزاف، يقتل واحد جوج ثلاثه واكثر. بون، وعندنا واحد القصه وقعت لنا في المغرب هنا بلادنا، وقعت في اكادير. وهذا السيد تعرف في اوساط ديال الناس ديال اكادير مول الموتور، تعرف مول الموتور، حيت كل المجرم تيدير شي جريمه الا وتعرفوا الناس بشي حاجه دارها في الجريمه. هذا السيد كان تيستعمل الموتور. واحد النهار نبداو الجريمه ديالنا. واحد النهار واحد السيد في واحد الخلا تيدور، راجل عادي تيدور في الخلا، وهو يلقى واحد المرأة أو بنت لابسة حوايجها ميتة ومدفونة، ولكن داك اللي دفنها شي دفنة ديال الزربة، بقى مغطيها بالتراب، باينة من التراب، رجليها يديها كذا. المكان تحت نفوذ الشرطه علموا البوليس، جاو لعين المكان، بداو المعاينات اللازمه، هزوا ديك الجثه ديال ديك البنت، داوها المستودع ديال الاموات وحطوها، وبدا البحث. هذيك البنت جاو المصالح التقنيه لعين المكان، خدوا البصمات ديالها، بداو وتعرفوا على البنت، تعرفوا على ديك البنت، على سميتها، البصمات ديالها، تعرفوا على سميتها وفين ساكنه، ومشاو للدار ديالهم، والدار ديالهم قالوا هي هذه بنتنا. جاو وراهم العائله ديالها، وداهم مستودع الاموات وشافوا البنت، قالوا هذه بنتنا. قالت لكم اش تدير؟ وسيتها تخدم على راسها، ترزق الله. قالوا عطينا شي التصويره ديالها، حضروا التصويره ديالها، قارنوها مع البنت، هي هذيك. اكدوا المعلومات كاع خصهم من عند ديك العائله، تبين لهم ان بنتهم هذيك بنتهم. بالبحث اللي داروه تما مع الناس، مع الجيران، مع كذا، تبين ان ديك البنت من بائعات الهوى، دوك الناس المساكن اللي تيخرجوا فساد، ولكن عايشين هكا تيترزقوا الله، ما عندهم شيء. بون، مشاو البوليس تيبحثوا على اماكن تكون فيها. مشاو لاكادير، مشاو تيدوروا في الديسكوتيك، تيدوروا في لي بار، تيسولوا البنات ديال الشارع، داروا حملات تطهيريه، جمعوا البنات، تيجمعوا البنات فيها حمله تطهيريه باش يتحققوا منهم شكون اللي بحوث عليها، شكون هذه، وبنفس الوقت تيسولوهم على ديك البنت، تعرضوا لهم ديك الصوره ديالها. حتى جات واحد البنت قالت لهم هاد البنت تنعرفها، وهاد البنت تنعرف حتى صاحبها، وصاحبها سميتو صاحبها سميتو الحسين. هاد الحسين عنده مستاش كبير، تيجي معها ديما، هو كوستو، تيجي مع الديسكوتيك، تيجي مع لي بار. الايام الاولى كانت هاد البنت ما عندها حتى شي واحد مصاحبها معاه، ولكن من تعرفت مع هاد الحسين ما بقاش تتفرق معاه. شكون هو هاد الحسين؟ ديك البنت قالت لي مودي انا ما تعرفوش، تعرف دار واش حاجه، نعرف الحسين.
الحسين جا، الحسين مشى، يعني كان الحسين تتعاود من بعد قصه الحسين في كان دار الحسين الله اعلم. اش تخدم الحسين الله اعلم. ثانيا ما صاحبش معاه مده كبيره، لا تعرف هو وياها شي شهرين ولا ثلاثه وقت تمشي هي وياه، حسب تصلحات ديال ديك البنت. بقاو تيبحثوا مع لي فيدور. لي فيدور هما تيكونوا في الابواب ديال لوطيل والديسكوتيك والبار، تيكونوا تيأسوا الناس، تيأسوا فرنسا سميتهم لي فيدور، حراس تيكونوا في الباب تردوا بالهم وكذا. واحد من دوك لي فيدور عرفوا، قال لهم هذا الحسين تنعرفوا، هذا الحسين جا يجي، انا نعرف الحسين تنعرفوا. فين ساكن هذا الحسين؟ الحسين ساكن في الزنقه الفلانيه، تما ساكن. كيدخل وكان ما تعرفوش فين تيدخل. اش تيدير في صنعته؟ جا يجي تيخدم جليج البلدي. مشاو لبوش داك الحي اللي عطاهم السيد على سبيل المغرب الحي، وبقاو تيقلبوا ذاك الحي حتى عرفوا الدار ديال الحسين. وقلبوا الحسين ولقاوه، وجابوا الحسين وقالوا ليه واش تعرف هاد البنت؟ الحسين في الاول طلع الجبل، من تعرفها ولكن شحال ما شفتها. تمشي مع الليبار، تشرب معاها، وتصاحبتي معاها، وتقول له تصاحبت معاها، وخا المرة تمشي بوحدها، مرة معايا، مرة مع واحد اخر، مرة مع واحد اخر، مرة مع واحد اخر. شنو بيني وبينها انا؟ ما بيني وبينها حتى شي حاجة غير خير. نمشيو معاك للدار. مشاو معاه الدار ديالو، دخلوا عنده الدار، جابوا الناس ديال مصلحة الجريمة ديال التشخيص القضائي كان ديك الساعة، وجابوهم وكان ديك الساعة التشخيص القضائي في بدا تياخذ ديك التقنيات، زادوا عليه تقنيات كبيرة ديك الساعة، وبحثوا وقلبوا ولقاو آثار ديال الدم وآثار ديال الشعر اللي تأكد لهم من خلال ديك الآثار اللي لقاو في الدار بأن هناك كان ضرب وكان جرح وكان دم وكان كذا وكان كذا. وواجهوه بهذا الشيء هذا، هو يسكت وقال لهم، اعترف لهم، قال لهم شوف انا هاد البنت كنبغي ناخذها ونتزوج بها ونحيدها من الزنقه ونحيدها من الليبار ونحيدها من كذا، وتقول لي واخا وتدخل تفرق معايا، تمشي عاوتاني للليبار تلقاها وتنجيبها وتدور معاها، عاوتاني تتخاصم عليها وتندير وما بغاش ترسى. وديك الليله كنت اتفقت انا وياها ما تبقاش تخرج من عندي ولا ما تبقاش تخرج من دارنا، صافي انا اتفقنا باش نتزوجوا. ولقيت هذيك الليله عاوتاني مشات للبار، ديك الليله ديال المصيبه، شفتها من البار شفتها هنا، وتزيدت انا وياها في الهضره، وضربتها واحد الضربه طاحت على الطابله، ماتت بيا. ضربتها بونيه طاحت على الطابله، واش الدابزه ديالي بيني انا وبها، تندابز انا وياها وتتشادوا انا وياها، وضربتها وطاحت على الطابله، طاحت في راسها، حيت هي البنت اللي لقاوها مضروبه في راسها وماتت. وانا خفت خليتها 4 الصباح حطيتها قدامي على الموتور وديتها تما ورميتها وشتا مرميه تما، ورجعت هزيت واحد الباله ورميت عليها شويه رمل، انا بغيت ندفنها شويه كاع ضغطي خوازت في حالتي، خليتها وصلت مع النبي. اذا الحسين هو اللي خد ديك البنت، الحسين هو اللي ضربها، الحسين هو اللي خدها، الحسين هو اللي هزها بالموتور، هو اللي دار معها تما، هو اللي بغى يدفنها ودفنها يمكن بدا يدفنها شاف النهار طلع ولا شاف الناس تيدوزو خلاها هكاك. تقدم حسين للمحكمة باعتراف ديالو اش دار. خوتو الناس لاباس عليهم ودخلوا عليه محامي، دخلوا عليه شي حسب صلاحات اللي كاينه، 2 المحامين من الناس كبار ديال اكادير، ودفعوا عليه واحد الدفاع كبير بانه ما كانش عنده نيه القتل، ما كانش غيقتلها، وكان بغى يتزوجها، وكان بغى يحل الشريع، هو خاف، هو كذا وضربها، وتحكم 10 سنين ديال السجن. يمكن دابا غتسمعوا 10 سنين ديال السجن غتقولوا لا علاش قتلها كذا 10 سنين ديال السجن، حكم تحكم به شغل، لان الاحكام ما يمكنش واحد يطعن فيها، وما يمكنش انا نطعن في الاحكام نقول لهم لا وكان بغى يدفنها كنزيدوا اكثر، ونبغى يقتلها غير حطها ومشى، ولكن بغى يدفن اخفاء معالم جريمه. انا ما نقولش لا هذه القضيه عطاو 10 سنين. با الحسين مشى للحبس، وفي الحبس بين ديك المهاره ديالو في الخدمه ديالو،
بقى تيدير ديكورات في الحبس، تخدم هذا تعرف الناس في الحبس، شي تمشي تكوين مهني، كاين شي تريسيان تيولي تريسيان، شي بلومبي تيولي بلومبي خدام في بلومبي. هذاك الجيش كان تيصاوبو مزيان. ومن الحوايج اللي ذكر ليا واحد السيد قال لي ودي خلنا في السجن اللي كان فيه هو حبس 3 متر، خلى واحد الديكور زوين بالجليج، حاجه زوينه اللي جا تيشوفها الجليج بلدي يعني كان حريفي. وبقى دوز 8 سنين، دوز 8 سنين هو دخل سوق راسو والسيره ديالو حسنه وخرج في العفو، ما كمل شيء 10 سنين. خوتو هنا جاو عنده وجلسوا معاه قالوا لي شوف الحسين الله يعطيك الصحه شتي الشراب والبنات فين وصلوك، انت دورتي 8 سنين من حياتك ضاعت لك، كونك درتي راس المال ودرتي وانت حريفي وانت كذا وانت كذا وانت كذا. نجوجوك وحده من عائلتنا من البلاد وتزوج بها، دير وليداتك مع الشيطان، طلب الله المغفره. فعلا الحسين عرفوا على واحد السيده من بلادهم وتزوج بها وبقى عايش بهانيه. الا تيدير شي حاجه الشراب البليه تيديرها بلا خبر مراته، حسب التصريح ديال الاهل ديالو تيقول لك مراته عمرها ما عرفاتو بانه كان تيشرب، هو كان تيشرب مخبي. العاده ديالو باقي هي العاده ديالو، باقي تيمشي مره شي ديسكوتيك تيدوز، هذا البليه هي البليه، ولكن شويه نقص من ديك الوتيره اللي كان غادي بها ديال السكايري كل ليله، ولات مره تيغفل المراه تيمشي. مراته حملات، هو ولا مزيان ماديا ولا مزيان، مراته حملات وقالت ليه انا غنمشي نولد في دارنا، ما غنولدش عندك هنايا، غنولد في الدار، انا غندير واحد الخرجه نعرفوا بان النساء كلهم سيرتو البنت اللي اول مره بغات تولد تيبغيو يولدوا عند والديهم وفي دارهم، او يكونوا والديهم بجنبهم، تيكون في حاله ضعف، في حاله خوف، في حاله كذا. واخا يقول لها الطبيب ما تخافيش، تخاف لان الولاده الاولى يقول لها اصدقاء ديالها، ولكن تكون با من هنا واختها من هنا وعمتها من هنا، شويه تاخذ واحد الثقه، ثاني هما تيحنوا عليها اكثر من تتولد وتيديروا لها شغلاتها وتياخذوا لها بداك الشيء خصها. والبنات كلهم تيبغيو يولدوا عند عائلتهم عند امهاتهم، وهذا الشيء معروف. بداو عند والديها، مشى عند والديها حطها اتفق معها، قال لها ودي دابا انت غادا تولدي عند داركم، وانا ما يمكنش نجيبك، انا ديما غنجي عندك، انا بجنبك، ولكن هنا غيعاونك بعدا عن الدري حتى يشد راسو وترجع الصحه ديالك تولي شويه بخير. غنجيو للدار نهائيا، ما يمكنش غتولدي نجيبك، انا نمشي للخدمه انت باقا نفسها يوقع. قالت لي واخا خلينا عند دارنا وسير الله يعاونك سير تخدم. خلى عند دارهم يمشي يخدم ويرجع، تيخدم ويرجع. حسين دخل سوق راسو، ماشي راجل مزيان، ما عنده حتى شي حاجه. واحد النهار واحد البنت لقاوها مجموعه اي حسب المعطيات اللي عندي، حسب المسطره الاخوان اللي كتبعهم اتصال، حسب جماعه هكا جمع لها رجليها ويديها بحال كورها، وجبد شي واحد جبد واحد الكرده كبيره والواه تجمعها كامله رداك الكره، وبقاو البنت مقتوله مرميه في واحد الجهه، ضربها الراس ومرميه في واحد الجهه مقتوله. وهذاك اللي جمعها علاش جمع رداك الكره جابها مزيان، عرفت علاش؟ ولكن اللي لقاو تما بانه واحد الطلميطه مرميه تما، الطلميطه اي المجمعه غطاها جمعها بالقنبه وعاودها بديك الطلميطه باش رداك الكره باش هزات داها رماها. البوليس تعرفوا على ديك البنت من البصمات ديالها، عرفوها فين ساكنه، وعرفوها حتى هي من بلاد الهواء، البنات اللي تيفسدوا تيمشيو لي بار ولي ديسكوتيك وهذا شغلهم هذاك، ولكن ما عرفوش شكون هو القاتل ما عرفوش. بقى البحث والو ما عرفوش. 10 ايام من بعد اكتشاف ديال هذه البنت الخدمه اللي قلنا، 10 ايام من بعد تيلقاو واحد البنت مقتوله بحوايجها ومقطعه بحوايجها ومقطعين على 3 اي شادين، واحد رجلين واليدين بوحدهم
والطرون هنا الجسد بوحدو والراس بوحدو ومرميه في واحد الخلا، ولكن ذاك اللي رمى في الخلا ما رماهمش بعاد على بعضياتهم، بحال غادي رمى هذه هنا زاد واحد 500 متر رمى هذه وزاد رمى. الناس اكتشفوا داك الشيء الصباح، عيطوا للبوليس، البوليس جا جمعوا ديك البنات، ديك البنت يا ربي، جمعوا دوك الطراف وجابوها لامورغ، قلتوا لها بحوايجها. هنا كاينه واحد القضيه مهمه. البنت الاولى في البحث ديال الناس ديال صلاح الجريمه والناس ديال التشخيص القضائي عثروا على شي حاجه غريبه، ان ديك البنت المقتوله الاولى عندها واحد الشعر لاصق فيها حويجاتها هنا وهنا وهنا، جبعوا داك الشعر وحلوه وقالوا بانه لا يستبعد ان هذا الشعر ديال الكلب رزقكم الله ولا ديال قط، اما قط اما كلب. هذا الشعر لاصق فيهم الشعر حوايجهم، اي اللي قتلهم كان في شي بلاصه عايشين فيها الكلاب ولا عايشين فيها القطوط. هذه القضيه دخلت في عين الاعتبار وبقات محطوطه عند البوليس، لان البنت هذيك هذه تقول لكم بنت ثانيه، البنت الثانيه، لان البنت الاولى اللي اتصلت تعرفت بانها كانت معاه، دوز مع هذا مشى ودوز تمسين وخرج، راه حسين مع مراته، ما نهضرش على حسين، نقول البنت الثانيه. لما لقاو البنت الثانيه اللي كانت مجموعه طلقوها وعرفوها بنات الهوى، ما عرفوش شكون اللي قتلها، ولكن من اثار لقاو فيها اثار، خذوا اثار ديال الضرب، اثار ديال هذه، اثار ديال هذه، وخذوا البصمات ديالها باش عرفوا والديها وعرفوا عيلتها، عرفوا بان من بنات الهوى تخرج الزنقه بائعات الهوى، ولقاو فيها الشعر ديال شي قط ولا شي. البنت الثالثه اللي لقاوها مقطعه بحوايجها وجابوها لقاو فيها حتى هي الشعر. هنا توضح لهم واحد القضيه، قالوا البلاصه فين مات البنت الثانيه هي فين مات البنت الثالثه. اللي قتل البنت الثانيه قتلها في واحد البلاصه فيها قطوط او كلاب، هو اللي قتل البنت الثالثه في المكان فين كاين شي واحد عنده الكلاب او بالقطوط ولا كذا، ولكن كان في الخبرات يقولوا كذا كذا، ولكن 80% قطوط. مثلا هذا الشعر اما كلاب اما قطوط، ولكن 80% الشعر ديال القط. الخط هو الشعر ديال هو دخل بعد الاعتبار اولا، هو الاول، عاد الكلب يمكن بقاو تيبحثوا حتى وصلوا للهاويه ديال البنت اللي مقطعه. البنت الثانيه ما لقاوش مولاها البوليس، ما لقاوش قالوا عندهم داك الشعر اللي قلنا سميتها وكذا. البنت الثالثه لان علاش مشاو تيقلبوا في البنت الثانيه، مشاو تيقلبوا في لي ديسكوتيك وفي لي بار وكذا وكذا، ولكن ما تعرفوهاش. البنات ما عرفوهاش شكون هي. مشاو للدار ديالهم وخداو التصويره ديالها وجابوها تيضربوا بها كيما داروا مع الاولى، ما عرفوهاش. يمكن حاجه جديده ما دخلت ذاك الميدان، بحثوا مع عائلتها شكون تيجي عندها حتى شي واحد. فوقاش خرجت لهذا الشيء عائلتها تقول بنتنا ما ديرش هذا الشيء، ما تخرجش لهذا الشيء، ما تمشيش للبار، ما تمشيش لهذه وما تمشيش لهذه، والبنات ما عرفوهاش. واش هذه البنت كانت تمشي للديسكوتيك ولي بار بلا خبار دارهم، او كانت تقول ما نمشي شي خدمه وكانت تمشي للي بار، ولكن اللي بار ما عرفوهاش. وانا تنعاود ناكد، حيت بعض المرات مع السد ما تنغلط، ما تحملنيش عافاك. تقول لي الناس راه اش تقول السي خلاص، ما نقولها لكم. البنت الاولى عرفوها بانها تمشي للديسكوتيك مصاحبه مع الحسين، وثبت بان الحسين قتلها ومشى للحبس. البنت الثانيه عرفوها الناس يا ربي، عرفوا عائلتها وعرفوها، ولكن ما عرفوهاش واش تمشي للديسكوتيك ولا لا. سولوا عليها في الديسكوتيك في لي بار، تسولهم ما تعرفوهاش. عائلتهم تيبرعوا بنتهم، تيقول بنتنا ماشي ديال لي بار، شحال ديال الديسكوتيك. هذه وحده. البنت الثالثه بقى لها البحث، تعرفوا عليها وتعرفوا على دارهم، تعرفوا على فين ساكنه، وبقاو البوليس يبحثوا حتى توصلوا على وحده صاحبتها اللي هي صاحبتها الرفيقه ديالها. هذيك صاحبتها
جابوها البوليس وبدات يبحثوا معها. تتقول هي في البحث ديالها، تتقول اخر مره شفتها كانت خارجه انا وياها، واعترفت قالت ودي حنا ما عندنا شاي وفقراء، هي مطلقه وانا مطلقه، عندي وليد عندي كذا، تعرف داك الشكايات ديالهم، وحنا تنضروا على راسنا. هادشي تنديرو، كل لقينا شي خدمه كره خدمناها، كل لقينا شي حاجه كره درناها، تنضروا على راسنا. لانه غندير واحد الخرجه، البنات من تيكونوا زوينين وما عندهمش فقيرات بزاف تيطلبوا الفساد، سيرتو تيكونوا زوينين. وهذا حيت انت تمشي تخدم تقلب على خدمه، الا ما كانتش عندها شي مستوى عالي، الا ما كانتش عندها شي دبلومات، تقلب على خدمه تلقى شي خدمه طايحين، تصوب الملوي عند شي باتيس عند شي ولد الحانوت، دير شي خدمه هنا، تخدم شي قهوه، ولكن ديما تلقى هذاك اللي مشغلها ولا تقول كليان كلشي تيبغي يطمع فيها، كلشي تيبغي يديها، كلشي تيبغي كذا كذا كذا. هي حتى تلقى راسها مسكينه، خاطر تبقى تخدم تلقى راسها طايحه في ذاك الشيء نيت. لا حنا ما تنشجعوش على هذا الشيء، ولكن هذا الشيء يدير واحد في راسو ويدير البنات في رؤوسهم اللي كيسمعوني ويعرفوا بانه يا ودي قراي، يا ودي دير شي ديبلوم، يا ودي راه واحد النهار طيحي في هاد الهزه هادي. راه ماشي الجمال بوحدو اللي تينفع في الحياه، البنت تكون زوينه ولكن ثقافتها وقرايتها والدبلومات اللي عندها. اما الجمال بوحدو الا كتبعوا لها على الزين الله اعلم، اما تتزوج شي واحد بغاها على زينها، اما تنحاف تخرج مسكينه، واحد يعطيها الاخر، واحد يعطيها الاخر، واحد يعطيها الاخر. الحاجه تبقى فيا انا نطلع هذوك البنات ديال الديسكوتيك، دوك البنات اللي ديال لي بار، حنا خدمنا بوليس، كنا تندخلوا هاد المحلات تنشوفوا تنراقبوا تنخدموا، البنات تيكونوا زوينين، تكونوا زوينات زوينات. للاسف شي بنات تشوفهم تشوفهم يكونوا في ذوك المواقف ذوك الاماكن، ولكن الله يحسن العوان. انا ديما تنقولها ولا شي واحد غيقول شي هضره اخرى، الا بقى فيك الحال تزوجها ولا بحال خدمها. هادشي اللي كاين. هذيك البنت اللي جات قالت واحد النهار كنت خارجه انا وياها، خارجين ندبر على رؤوسنا، خارجين واحد مول الموتور وقف علينا، تنقول البنت بانه كنت خارجه انا وياها وجا واحد خينا بتيماكس موتور عرفته البنت، وتنقول قالت ليها انا غدا مع الحسين، غنمشي مع الحسين. قال لها وعرفين على النوع ديال الموتور، قالت لهم بتيماكس هذا النوع الجديد اللي ولاو دابا، لان ذوك الانواع انا ما عرفوش بزاف، كاين القديم وكاين الجديد، نوع جديد، لكن هذاك النوع الجديد اللي عاد ولاو كيضربوا بهم الناس في اكادير هكا. البوليس شنو عندهم دابا؟ عندهم واحد طويل، عنده مستاش، عنده تيماكس جديد سميتو الحسين، شي اللي عندهم لحد الساعه. ايوا الحسين اللي هضرنا حنا الاول، راه عارفين البوليس هذا خرج من الحبس، هذاك خرج هادي عام ومشى تزوج وكذا وراه دار وخدام جدا يجي غتسي فيني ما نعرفش يوقع لنا ديما الحسين وراه ماشي يبقاو شادين شي ذاكره في راسو نعاودو نجيبو هذاك، راه الموتور جديد وغادي الدنيا هانيه مشى قبل مابقاش باين. وكانت عنده الخدمه هو ديك الساعه فاش بانت هاد البنت الاخرى خليها مفاجاه، ندخلوا باش ما نتلفكوش، ندخلوا للبوليس لونكيت ديال البوليس بقى كيدور على موين المطار تيبيعوا تيماكس، هما ماشي بزاف مقلال او شي 3 ولا 4 في اكادير، وبقى تيقول عطينا اناليز ديال الناس شنو عندكم الموتور، اخر الناس شنو عندهم الموتور، تيجيبوا لهم سيدي حنا بعثنا 10 ديال التيماكس، عطينا من بعتيهم، واحد سميتو ادريس، واحد عربي، واحد كذا واحد كذا واحد كذا، زيد يلاه هذا بقاو تيقلبوا، وكل جميع الاسماء اللي جمعوهم عند الموالين الموتورات تيماكس اللي باعوا الموتورات، جميع الاسماء اللي هذا بوانتهم وعزلوا دوك اللي سميتهم الحسين، عزلوهم ولقاو ذاك الحسين من بيناتهم بوانتا، ولقاو واحد شرا موتور تيماكس وسميتو الحسين، وذاك الحسين راه من بوانتاو لقاو عنده يا ربي لقاو بوانتاو لقاو فايت لقات الروح وفايت تقدم العداله، محكوم ب10 سنين، ولكن خرج وقال لهم مشي نسولوه، ربما الدنيا والزمان مشاو عنده العنوان ديالو ما لقاوش، وقال لهم الناس مرتو راه ولدات داها عند اهلها، وهو راه خدام في طنطان، اهلها فين كاينين الله اعلم، ولكن هو خدام في جليج في طنطان، الناس تعرفوا الجليجيه راه مشاو لطنطان، مشاو لطنطان
تيقلبوا الحسين في شونتي قال فيهم الجيش البلدي من هنا مع الناس مع الجليجيه مع كذا حتى طاحوا عليه خدام شي فيلا تما تيصوب فيها. السلام عليكم سي الحسين لاباس بخير كذا كذا كذا. لقاو عنده تيماكس قال له ودي غتمشي معنا لاكادير شي حاجه مهمه. قال له مرحبا. هزوه هو الموتور من طنطا لاكادير وجابوه بقاو تيبحثوا معاه لقاوه ما بقاش عنده الموسطاش. كان عنده موسطاش مبطوط لأنه معروف به ما عندوش موسطاش. علاش موسطاش؟ جابوه بقاو تيبحثوا معاه قال لي واحد البنت من البنت لقيناها كذا. قال مودي واش تعرفوني انا تزوجت انا بويا راه ولدي راه المراه عندي والده وانا راه خدام على ولدي باقي عاد نرجع لذاك الحبس انا وباقي كذا وكذا. قال لي واش هكاك غادي نعرضوك على واحد السيده تشوف واش تعرفك ولا لا. تعرفوا البوليس وهذا ما خرجش نقولوا للناس اللي ما عارفين شيء. البوليس ملي تيجيبوا شي واحد يتعرف على شي واحد ما بقاش القضيه ديال ويدخل قدامه ويقول لهم هذا قدامه لا. اليوم تيدخل بواحد القاعه كاين واحد الزجاج ما تيبينش هذا كيشوفهم هما ما يشوفوش والاخر يشوفهم هكا هما راه ما يشوفوش واخا يقربوا الزجاج قدامهم وتيبينوا. وجات ديك البنت ودخلوا بها الحسين وسط واحد العشره ديال الناس وقالت لهم ورينا شكون هذاك. قالت شو قالت لهم هذاك وربح يد الموسطاش والوقت اللي داه كان عنده الموسطاش انا عاقل عليه. خرجوا صوت الموتور قالت لهم هذا الموتور. با الحسين قال نمشي معك للدار قال نمشيو اسيدي لداري انا تكتب عليا وكذا وكذا. السي الحسين حل الباب ولقى واحد المجموعه ديال المشاش تما واحد الشباب المشاش شافوه المشاش عرفوه. كان اللي طالعين فوق واحد الحيط هبطوا مربي لهم شيشات انت كنت تما راهما معاه ما تكونش تما راهم تينقزوا تيخرجوا برا ما عارفين تيعيشوا هما غير يسمعوا الباب تيتحل المشاش قراب جاو عنده تيضحكوا عليه. واحد البوليسي حسب اخواني اتصلت بهم واحد الانسبكتور تيقول واحد الانسبكتور قال الرئيس ديالو تما في اي مكان هما معاه تيديروا البحث في الدار ديالو. قال لي شوف دار الرئيس ديالو بان لي جاك الشهر ديال ديك الثانيه وديال هذيك راه ما مشاش. الثانيه اللي ما عرفش شكون مولاها قال لي مشاش. ولقاو كورده معلقه في واحد الحيط تما كورده كبيره قويه ديال نيلون وتعرفوا قال لي ديال الكورده اللي كتفهم بها الثانيه اللي كنت تفوج معها وداها على الموتور. هزوا ديك الكورده وخداو عينات من ديك الخطوط بمساعدة ناس تقنيين وقلبوا الدار مزيان وداو واحد الشاقور لقاو تما وداو واحد الموس لقاو تما. والغريب ان واحد الجنويه لقاو فلقي فيها الدم وجمعوا كل شيء وداو با الحسين حطوا لي داك الشيء قدامه. الحسين علاش درتي هذا الشيء؟ الشرطه في البحث في المختبر ديال نفس الخطوط هذاك الشهر اللي تلقى في الاولين من دوك الخطوط ديال تما. با الحسين ما قام يقول علاش درتي هذا الشيء الحسين؟ الحسين وحل واعترف قال مالك ما خصهمش يبقاو حيين كاع هذوك دوك بنات الهوا بنات الزنقه ما خصهمش يبقاو حيين. قال اش تقتلهم؟ قال لي ما تنحملهمش انايا ما تنحملهمش. كيفاش تقتلهم؟ تيغفلهم تيعطيهم حسب التصريح ديالو تيبقى جالس معاهم تيشربوا تيسكر مزيان تيدور وراها تيجبد داك الشاقور تيعطيها على الراس. كيما دار الاولى عطاها على الراس قتلها كيما دار الثانيه عطاها على الراس وقتلها كيما دار الثالثه قطعها على الراس وقطعها بحوايجها باش تسالي على الموتور. يمكن الثانيه مع اللي كان يجمعها كان ضرب فيها شي تماره ولا ما عرفت. قال اللهم قطع اطراف دا الطرف الاول والطرف الثاني والطرف الثالث. هاد النوع ديال القتاله تنهضر عليهم انا اللي تيقتلوا البنات اللي هما بيعات الهوى البنات ديال الزنقه البنات ديال استغفر الله البنات اللي تيفسدوا مثلا في لي بار ديسكوتيك تمشيو مع الرجال. هاد النوع ديال القتاله كاينين في فرنسا. كاين واحد في فرنسا لقاو قاتلوا واحد المجموعه ديال البنات شي 13 بنت كلهم ساكن بلاد ديال الزنقه. واحد في امريكا معروف كان تيقتل البنات خاصين ديال الهوى
واحد في روسيا كتاخذ البنات ديال الهواء، البنات ديال الزنقه تيشدوا تيديهم. وعلاش هادو؟ علاش يمشيو لهاد البنات؟ علاش هاد الحوسي مشى لهاد البنات؟ ما يمشيش البنات الاخرين ويمشي الرجال يقتلهم، قتل القتال، كون بلي الرجال يقتل الرجال ولا الدراري الصغار وكذا. علاش هو هاد البنات؟ اولا الحقره ديال ديك البنات، الحقره تيدوزو من طريق الحقره. ثاني سهله يديها فين ما بغا، بنت سهله يديها فين ما بغا، يديها السيده في الاول يبين لها بانه معقول مزيان وكذا، يديها تعشى تشرب يبين الفلوس قدامها، والمسكينه اللي كيخدم ثلاثه تتبعو فين ما بغا. اذا قال لها مشيو للوطي تمشي، الا قال لها مشيو لداري تمشي، الا قال لها مشيو تمشي. طرت الخبز ديالها، كليان ديالها. واغلبيه الناس تيقتلوا ما قتلوش هذوك الناس في الخلاء ولا قتلوهم في كذا، تيقتلوهم في ديورهم. تيدير دارو في دارو بوحدو هو وياها، والله تيدير فيها اللي بغا. الحسين هادشي اللي كان تيدير، تيحقر هاد البنات وتيحقرهم. ما قالش علاش، واش فات شي وحده دارت ليه شي حاجه في حياته؟ ما قالش قال لهم انا صرفت على عمرها ما دارت ليا شي حاجه، عمر شي وحده ما دارت ليا شي حاجه. وفي البحث اللي داروا البوليس تيقول لي ذاك الضابط، قال لك واحد البنت واحد النهار قالت لهم شتي ذاك الحسين اللي ديتو على البنت، ذاك اللي قتل ذاك الحسين تا شدوه تتعاود ليه. قالت لي انا فين مشيت معاه، قال لهم قالت لهم ما كان تيشتغل معايا، قالت مره مرة تيدير لي بالدواء تضربني لوجهي، مره تيتفل عليها، مره تيسبها بوحدو، قالت له بوحدو، مرة تعطى تصرفيق راسها، مرة تنتفى بشعرها تيطيحها. قالت لهم عقت به بحال الاحمق ونغفلو وخليت جلابتي وهربت، هربت معلق نقص وهربت، ما شداش وما خرجتش ترجع الجلابه وما خرجت ديكلاري به، لان اش غنمشي نقول لهم انا مشيت مع واحد نسد معاه ونشرب معاه وراه تيطرشني ولا كذا، ما يمكنش. حنا باقي ما عندناش شي داك الحق ديال الحقوق هذه، باقي ما كاينش شي حقوق. مثلا وحده تكون تتسد تمشي عند واحد تقول انا نمشي نسد معاه ودار ليا، يمكن هذا من برا تكون عندنا حنا في المستقبل الحقوق تتزاد. بحال الناس حنا يكون حقوق لدوك البنات اللي داو تكرس عليها او داو ما خلصاش، غتكون هناك عقوبه وتكون كذا وتكون لا، حنا ما عندناش شي، لان الدين ديالنا حنا ما تيخليش هذا الشيء هذا وما تيبغيش هذا الشيء هذا. والقانون راه حتى هو من الركائز ديالو تيركز على الدين وعلى الثقافه ديالنا وما عرفت. ولكن السؤال يطرح دابا، فين خرج الحسين؟ الحسين تحكم بالاعدام، وخصو تحكم بالاعدام، تحكم بالاعدام، واش غتحكم؟ بقى الاعدام عندنا ما تيتنفذ شيء، تحكم بالاعدام. والحسين دوز في السجن 9 سنين ومات، في السجن المركزي بمدينه قنيطره، توفى ومات 9 سنين، مشى قبره اعدام. الله يعلم شفت انا، لانه قبل ما يموت في السجن تيمرض في السجن، ومن تيمرض في السجن تنقول للشباب راه من تيمرض في السجن راه ماشي معاك امك وباك واختك وجيبوا لي الدواء تنبداو لي قران، جيبوا لي الوساده حيدوا لي وحده راسي ولا با، لازم تيدخلوا هكا بقيتي شويه مزيان شويه صافي نطفي التنين وسكتنا صاحبي حتى الليل كله انت مالك اصاحبي واصبر شويه. هذا هو مات، راه مات، يجيو تيدخلوا تيهزوه تيديو كاع داك الانفيرميري ديال السبيطار يمشي ما ينعس ولا حتى نعسو صافي. شنو بغيتي يديروا؟ الدواء بيناتهم غير الدواء، يقول شي بلا الدواء كينتك الله يعاون العونات. الا كتب على شي واحد مات له 9 سنين ومات بعد ما تحكم بالاعدام. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، والله يحفظنا ويحفظكم من هذا النوع ديال القتله، والله يحفظ بناتكم من الانحراف اللي تؤدي للرذيله والفساد والديسكوتيك والبار. الله يحفظكم. والبنات اللي تيديروا هذا الشيء هذا الان الله يحسن عوانهم، الله يحسن عوانهم. وكل واحد تتبع الطريقه هذه ديال الديسكوتيك والبار، الا ما لقاتش تنقول الله يحسن عوانهم، الله يحسن عوانهم. انا ماشي غادي نقول لهم نوضوا تخدموا ولا نوضوا تجوجوا، حنا اللي عارفين، حنا رجال الامن عارفوا ديك الوسط شنو فيه، نقولوا الله يحسن عوانهم، الله يحسن عوان، الله يحسن عوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.